مساء النور، ازيكم يا حبايبي يا حلوين يا جميلين يا أمورين. مساء النور، مساء الهنا والسعادة. أنا طبعا جاية بقى لأني بقعد أسمع، وأنا من حق أتكلم بما إني عندي يوتيوب قناة. فمن حقي بقى أتكلم، هم عاملين حياتهم على المشاع، فأنا برضو من حق أقول رأيي. بس طالع بقى أستاذ ردرودة طبعا يتكلم كالعادة، ويقول إن هو كان في لايفات متشتت، يعني متشتت، فهو ليه حق، الكلام مش مفهوم. طب هو عمل باين زي بيسموه عرض، انا معرفش، يعني انا عشان بقالي كتير سايبه اليوتيوب فمش فاهمه هما بيعملوها ازاي يعني. عامل عرض ان هو يتعرض لايف، يعني وكأنه لايف بس هو مسجل، فيديو مسجل يعني. برضو نفس القضية، برضو قعدت أحاول، لأن هو الكلام غامض. ليه؟ لأن هو موجه ليها هي. طب احنا بقى ايه دخلنا في الموضوع؟ اما هو الكلام ليها هي، وهي بس اللي هتفهم انت الالغاز اللي انت بتقولها. طب احنا ايه ذنبنا في الحوارات دي؟ ده مش محتوى، احنا مش فاهمين. انا عن نفسي انا مش فاهمه، اذا كان حد تاني فاهم بقى الله اعلم. انا الصراحه مش فاهمه اللي انت بتقوله. انا بحاول اجمع انت بتقول ايه، يعني قليل قوي اما بحاول افهمك، يعني انت تقصد ايه، او انت، لاني الواضح ان الحوار ليها هي، يعني الكلام على المتغطي كده، فليها هي وهتفضحها هتفضحها يعني. بصراحة انت ممكن بطريقتك دي هتنزل من نظر، انت فعلا نزلت من نظر ناس كتير، ولسه هتنزل من نظر ناس كتير بسبب ان انت كل يوم طالع على واحدة. خلاص انت بينك وبينها الصراحة، انت ولا في اولاد بينكم وبين بعض، ولا في حكايات بينكم وبين بعض. آه، وانا بلاحظ ان انت اللي بتطلع الاول، وهي رد فعل ليك. فطبيعي ان هي لازم يعني تدافع عن نفسها. اما واحد طول النهار قاعد يقول انا هفضح وانا هعمل وانا هطلع كل المستخبي، تقولش المستخبي ده ايه. المهم يعني، برضو الفيديو المسجل نفس اللايف، انا مش شايفة فيه اختلاف، وبرضو نفس عدم فهمي. يمكن العيب فيا بقى، الله اعلم. انا حاسة ان أنا مش فاهمة حاجة. هي حاجات بينكم شخصية، يعني أنا من رأيي إن أنت تقولها لها هي على تليفون، على تشوف وسائل اتصال، بس ما تدخلناش إحنا في الحوار. بس ده كان كلامي عليه، ومش عارفة، مش فاهمة، مش قادرة أفهمه، أو مش فاهمة، مش عارفة. المهم بقى، ده حوار، كان يعني حوار إن أنا مش فاهمة هو بيقول إيه، وبرضه مصرة إن أنا مش فاهمة هو بيقول إيه، لأن زي ما قلت الكلام موجه لشخص واحد. مش يعني المفروض هي بس اللي فاهمة هو بيقول ايه، ده إذا كانت هي كمان فاهمة كمان هو بيقول ايه. بس وهي بقى طلعت حقيقي يعني. في قنوات كتير قاعدين يقولوا ايه، حاطينها كده هي خلفية، مدام هناء خلفية، وفي قضبان قدامها، قال هي ايه هتسجن. طب يعني هي دولة فرنسا فعلا في حاجة جوه دماغهم هيسيبوها ليه؟ يعني عاشقين جمالها مثلا؟ ما هي لو مدانة بحاجة هيحبسوها، يعني حاجة معروفة هتدخل على ذمة التحقيق. لكن طالما هي سايبينها، يعني معلهاش أي إدانة. ناس مش هبلة يعني على ما أعتقد، وقاعدين هم إيه في مصر، وقاعدين إيه يضربوا أخماس في أسداس، وده هي قتلته. طب وهي هتقتله ليه؟ يعني انتوا مثلا اللي وطالعين، لا وليهم محبين ولايكات يعني انا ما اعرفش هو الحقد للدرجه دي. انتوا يعني واحده مسجونه وهي كل يوم طالعه لايف، وكل يوم طالعه بفيديو، كل 35 دقيقه طالعه بفيديو، وازاي بقى محبوسه؟ وازاي يعني؟ حتى احترموا المتابع اللي هو بيتابعكم، اهم حاجه. حد اسمه دودو كده برضه، كل يوم حاطة صورتها ودولة فرنسا سايباها عشان تجمع الأدلة. أدلة إيه؟ هي لو كان في حاجة ضدها يمسكوها، مش ما فيش رحمة في الكلام ده يعني. وهي كمان يعني بيقولوا ده هي، وفي ناس كانوا بيقولوا ده هي مستفيدة منه من مسيو الجو. طب هي ازاي مستفيدة منه وازاي قتلته؟ دي برضو نقطة غريبة قوي يعني بيعملوها أو بيقولوها. طب ازاي هي لو هي مستفيدة منه؟ آه هت هتبقى على حياته، هتبقى هي اكتر واحدة. مش هتقتله، مش هتجيب له ناس يقتلوه. ليه هتورثه؟ هل هي بنته؟
في ايه نوع الورث اللي هي ممكن تقتله عشانه يعني؟ كلام ايه ما بيتخشش العقل. وللأسف في ناس طبعا الله ينصرك وربنا مع كلمة الحق. انتوا من حقدكم وكرهكم انتوا فعلا لما بتكرهوا انسان، الله اعلم انتوا ليه بتكرهوها بالطريقة دي يعني. اما بتكرهوا انسان ممكن يعني اي حد يهرتل اي كلام تصدقوه معاه وعلى فكرة لو اي ست من اللي هم واقفين مع رضا ده، انا ملاحظة ان هم كل اللي واقفين معاه كلهم ستات للأسف يعني. لو اي ست حصل لها اللي هو طليقها او جوزها يطلع عليها بالمنظر ده، مش هيرضوا على نفسهم. مش عارفة هم ليه مستحلين ان راجل مسك في ست واخواته سايبينه ازاي كل يوم طالع عليها كده. هو بقى محتواه يعني. هو ما عندوش محتوى، اصل هو هيقول ايه يعني؟ فلوجات ايه؟ ولا ما عندوش حاجة يقولها يعني. هو بقت هي دي شغلته، ويا ريت بيعرف ايه زي ما قلنا يجمع. بس وهي بقى ايه كانت طالعة فيديو والله ضحكتني موتتني، بعيد عن ان هي بتقول بلاغ للنائب العام في مين وفي مين، انا ماليش علاقة. بس موتتني فعلا من الضحك. وهي نفسها علقت قالت ليه هم سايبيني كده شلت في الناس؟ فعلا هي ايه يعني؟ يعني هي رشية مثلا الدولة هنا سايبينها كده تشلت في كل الناس وتقتل الناس واللي تدفنوا تحت الكبان يعني حكايات عجيبة وغريبة. مش عارفة عقولكم فين وانتوا بتقولوا الكلام ده؟ وهيسيبوها ليه؟ ده هو يعني هي معاها جنسية، بس هو بالنسبة لهم هو الأصل يعني. احنا نعتبر حتى لو في جنسيات بنعتبر درجة تانية، دي حاجة معروفة يعني. ده هو ابن البلد يعني. فمش هيفضلوها هي ويضيعوا دم الراجل لو في حاجة تدينها يعني. بس ده كان الكلام. ومعرفش ما بيتكسفوش على دمهم اللي قاعدين طول النهار يطلعوا كلام وحكايات وبس. وانا بقول له بقى انت ايه، شوفوا حد كبير كده بينكم يقعد ويحل موضوعكم ده. انتوا ولا في بينكم عيال ولا في بينكم حكايات، ومش عارفة ليه شغلنا احنا بحكاياتكم يعني. بس ده كان الكلام. وبقول له يعني يتوضح الكلام اكتر من كده، دي نصيحة، يتوضح الكلام اكتر من كده واخر يلتزم الفيديو قال بيقول انا جوايا قهر جامد. قهر ايه وانت يعني عمال تطلب ايد واحده ست على الهواء، وكنت بتقول انا ولادي عندي مرتبه اولى، وانا سايب الست دي عشان دي ايه حرماني من العيال، ورايح تعمل نفس الحكايه وتاخد واحده يعني هي مقيمه في اسبانيا ونفس الحكايه. طب يعني وعندها عيال، دي عندها 2 دي عندها 3. طب يعني والتانية تتشرط وتقولك أنا عايزة تكاتك وعايزة تزفف تكاتك. يعني أنا مستغربة يعني. يبقى فعلا الكلام اللي هي كانت حاسة بيه إن انتوا فعلا كنتوا في علاقة، أما انتوا بتطلبوا بعض كده على الهواء مباشرة. والتاني ده واحد تاني داخل في الموضوع وبيطلب ايدها التاني ومتسلط، ده باين ولا ايه؟ إن الموضوع فعلًا حقيقي، يعني كان حقيقي في حاجة بينكم و وشهادة إيه اللي كانت في أوضة نومها؟ أنا أعرف الشهايد يعني ما بتتحطش في أوضة النوم يعني. كله علّق على الموضوع ده، في شهادة دكتوراه تتحط في أوضة نوم ليه يعني؟ ده لو شهادة محو الأمية الناس بتعرضها يعني. مش دكتوراه هتحطها في أوضة النوم؟ اشمعنى أنت الوحيدة اللي شُفتها في أوضة النوم؟ وفي أنهي غرفة نوم طب ليه هتحطها في غرفة نومكم يعني؟ إثبات يعني إن أنا طبيبة يعني؟ بس أنا مش عايزة أشكك هي طبيبة أو مش طبيبة، مسلمة أو مش مسلمة، كل الحاجات دي الشخصية دي ليها. بس يعني الحب مولع في الذرة في اللايفات يعني. اطلبوا بعض على كده زي ما هي قالت لك روح لأبويا يعني، روح لأبوها يا أخوي، اطلبها من إيدها لأبويا. بس هي لو أنا من مكانها والله العظيم ما أثق فيك ولا أرضى إن أنا أرتبط ليك، لأن أنت زي ما عملت في واحدة قعدت معاها 4 سنين وتقول أنا مش طايقة أشوفها، وبشغل كده أنا بسمعها وبشغلها ليه؟ هتعمل لك سحر يعني عبر لو شفت صورتها يعني ولا إيه؟ ولا خايف تحن يعني ولا أو تحس بإن أنت ظلمتها؟ المهم يعني حاجات داخلية بقى يلا. بس أنا يعني حبيت لأن هو اللي قالها الصراحة فأنا لازم أعلم. بس بقى يا جماعة فده كان الكلام وبس.
بس يعني أنا شايفة إن هي إن أنت كل هدفك إقامات بقى، دي سحبت الإقامة أو مش هتقدر تجدد إقامة، بس دي عندها لسه جنسية أو إقامة في أوروبا، فأنت أي حد المهم في دولة أوروبا يعني. يلا سلام بقى، باي باي.